الحقيقة عندنا شوية عادات وتقاليد للشعب المصري تستحق إن هي تصنف من أسباب الأمراض النفسية في المجتمع. يعني تعصبك جدا جدا. فأنا هقول بس حاجة بسيطة، نبذة بسيطة كده عنها. يعني مثلا تلاقي حضرتك عندك حالة وفاة لا قدر الله، وتلاقي الناس خلاص احنا عملنا الجنازة ودفنا المتوفي الله يرحمه، عايزين بقى نروح البيت نرتاح، والأهل والإخوات أو أهل المتوفي لوحدهم يطبطبوا على بعض، يعيشوا مع بعض. تبص تلاقي الحاجة دي حصلت لنا احنا شخصيا يعني. احنا مضطرين نصحى من النوم الساعة 9 الصبح عشان نستقبل بنت خالة عمة المرحوم، علشان تقعد في الريسبشن نضيفها، نجيب لها بقى الفطار والشاي والقهوة، وندور على راحتها، ونقعد لابسين رسمي نظمي ومش عارفين لا ناكل ولا نشرب. وكمان كنا بنجيب لهم الغدا ونقعد نحاول. وطبعا الحكاية ولا انك انت عشان غدا ولا عشان فطار، الحكاية احنا تعبانين، احنا تعبانين، نفسنا نرتاح، نفسنا نطبطب احنا على بعض كأهل المتوفي، ومش عايزين نستضيف حد. ده انت حضرتك ما شفتيهوش مرة ولا اتنين ولا تلاتة في حياتك، ليه جاية عاملاها لنا اللي هو اقابل بقى الفلانة اللي انا ما قابلتهاش بقى لي 3 سنين، ويتكلموا بقى في مشاكلهم الشخصية، ويقلبوا البيت لكافيه بيتبسطوا فيه ومبسوطين وسعداء، وسايبينهم خالص من اهل الميت. يا جماعة خلاص، العزا في المسجد بنعزي على المتوفي، ولو عاملين عزا بعد الظهر في المسجد اهلا وسهلا فيكم، في الدفنة اهلا وسهلا بيكم. غير كده روح بيتك خلاص، شكر الله سعيكم. طيب وفي الفرح هيسيبوك في حالك في الفرح؟ ابدا. حضرتك في الفرح لما حد بيكون عامل فرح، الفرح النهارده بيتكلف كتير جدا جدا جدا، فلما نكون عاملين بادجت، ميزانية، ان انا اعزم 200 فرد، الفرد بيساوي رقم، الفرد بيساوي رقم، فانا بعمل فلتر لكل الناس اللي انا عايزه اعزمهم، بعمل فلتر لكل البشر، انا معارفي كتير قوي قوي، فبختار منهم اقرب 200، علشان خاطر ما ينفعش اعزم 500، علشان مش هنقدر نعمل ده، لا قاعة هتستحمل ولا فلوسنا هتستحمل. فحضرتك ابص الاقي الناس هتيجي يا فندم، جاي فادفع ثمنه، هتيجي يا فندم جاي فادفع ثمنه، ادفع الثمن الفرد دي من ناحية، ومن ناحية تانية بستغنى عن فرد تاني ممكن يجي بداله، لاني في اولويات، فانا حطيت حضرتك من اولوياتي. فلما تكون حضرتك مش جاي تقول انا مش جاي، مش هتفاجئ في الفرح ان انا دافعه 30 فرد، 30 فرد ما جوش، وانا دافعه ثمنهم مبلغ كبير جدا جدا، وابص الاقي ال 30 فرد ما جوش. طب ما انا كان ممكن اجيب بدلهم فلان وفلان، انا فضلتك عليهم. هو حضرتك لما تقول انا جاي وما تجيش، ما تقول انا مش جاي. حضرتك وحضرتك لما تتعزموا في فرح اعرفوا ان ده رقم فلوس، انت حضرتك بفلوس، فلما تكون مش جاي قول انا مش جاي، والله انا بعتذر عشان كذا 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 كذا، اي كذا كذا، والله على الرحب والسعة وهنجيب غيرك، ما انتش انت عمرو دياب اللي جاي تحيي الفرح. ومن اهم عادات المصريين عندنا ان واحد جاي من السفر بقاله سنة مسافر، بقاله سنة ما شفتوش، اكيد مش هيجرى اي حاجه لما يبقوا سنه واسبوع. حضرتك خليك في بيتك مرتاح مطمئن، وكلمه في التليفون الحمد لله على السلامه، وما تروحش البيت غير لما يقولك اتفضل، لان حضرتك هو بيبقى جاي تعبان وعنده اولويات، هيشوف مين الاول ثم مين ثم مين. مش لازم اجي من السفر النهارده ابص الاقي حضرتك على دماغي بكره، مش لازم تيجي تفضي معايا الشنط، مش لازم تيجي تشوف مين اللي جه زارني وعمل ايه. حضرتك خليك في بيتك، واول ما هذا القادم من السفر هيحب يشوفك هيقول لك الو، وانت ممكن تقول له ده، قول له انا سايبك ترتاح، ولما حضرتك ترتاح ابقى قول لي الو تعالى اتفضل، او تجي لي او نتقابل بره. انما اصحى من النوم وانا جايه من السفر الاقي حضرتك قاعد في الريسبشن، ليه يعني ما جراش اي حاجه لما تخليهم سنه واسبوع، ولا حتى اي حاجه، على حسب درجة قرابتك بيه أو درجة قربك منه. فاستنى اديله هو
الاختيار، اديله الاختيار، مش لازم نكبس على نفسه. واخر حاجه انا فاكراها دلوقتي بس علشان ما اطولش عليكم، آه طنط الحنينه اللي بتدخل كل بيت، واول ما تدخل البيت: حبيبتي هنفرح بيكي امتى؟ هنفرح بيكي امتى يا حبيبتي؟ حبيبتي هو انت ما خلفتيش ليه لسه؟ طب يعني المشكله عندك ولا عند جوزك؟ طيب انت ما خويتيش ابنك ليه؟ طب احنا عايزين نفرح. طب حضرتك انت ليه بتحسسيهم بالمسؤوليه ان هم مسؤولين عن فرحتك؟ تبص تلاقي البنت يا حرام راحت بسرعه تدور على عريس عشان تفرح طنط، يعني والتانية خلاص. والله في ناس، انا مش بهزر، في ناس مخصوص عايزه تتجوز عشان تفرح طنط، عشان طنط قلقانه، فهي حاسه بالمسؤوليه، حاسه ان في عليها مسؤوليه، لازم ادور على عريس بسرعه علشان طنط ما تقعدش تسالني طنط وطنط وطنط. يعني لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ حضرتك عايزه تفرحي، افرحي، افرحي ببنتك، افرحي بنفسك، افرحي، افرحي، مش انا اللي واقفه عقبه في طريق فرحتك. سيبي الناس تفرح بطريقتها، يمكن البنت مش عايزه تتجوز، يمكن في ناس مش عايزه تخلف. يا ستي مش لازم تعرفي المشكله عندها ولا عند جوزها، مش لازم خالص تعرفي. حضرتك روحي قولي للناس ازيكم عاملين ايه، سلامات طيبون، اللي عايزين يقولوه يقولوه، اللي مش عايزين يقولوه ما تضغطيش على حد يحكي لك قصة حياته. وفي النهاية أحب أقول لكل المصريين: بلاش العادات اللطيفة دي. أصل إحنا بنحب بعض، أصل إحنا بنقلق على بعض، أصل إحنا مصريين، أصل إحنا فريندلي، أصل إحنا العشم وكلنا. مش لازم العشم ياكلكم، مش لازم العشم ياكلكم. خلي في مساحة بين الناس وبعض، مش لازم.